حارب إسرائيل ثم اتفق معه. الرئيس أنور السادات، سمعتوا عنه؟ تعال أحكي لكم القصة. بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1981 الجو في القاهرة كان مشحون، الناس كلها تتابع العرض العسكري الكبير بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر. الرئيس المصري أنور السادات جالس في منصة رسمية قدام الوزراء والكبار الضباط، والكل يصفق عيونه على الدبابات والطائرات يلي تمر، وفجأة تطلع شاحنة عسكرية صغيرة من الموكب توقف قدام المنصة، والكل يحسبها جزء من العرض، لكن مع الأسف يلي صار بعدها كان صدمة للتاريخ. ينزل منها 4 جنود، واحد منهم اسمه خالد الإسلامبولي، يصيح موتوا يا أعداء الله، يبدؤون يرمون قنابل ويطلقون النار على المنصة قدام الكاميرات والعالم كله. أنور السادات ينصاب برصاص كثيرة، والكل اللي حوله يحاولون يهربون، بس السادات طاح مكانه، وبعد دقائق أعلنوا وفاته. التحقيقات كشفت أن الجريمة مخططة من تنظيم متشدد كان رافض اتفاقية السلام يلي وقعها مع إسرائيل. الجريمة هزت مصر والعالم العربي وغيرت مجرى السياسة في المنطقة لسنين طويلة.